هالوز، فاكرين المناسبة القمر لما كنت فيها في قمة شياكتي؟ طب فاكرين الميك اب بتاع الهالوين؟ ما هو كل الهبل ده مش هنفضل نايمين بيه، ما هو هيتشال. فانا هشيله بطريقتين، واحدة طريقة تقليدية والتانية طريقة جديدة خالص، وهجرب فيها منتج جديد. عايزة بس الأول أوريكم الميك اب بعد أكتر من 6 ساعات. ما تهزلوش شعرة، بيرفكتو. لميت شعري وغيرت هدومي وهبتدي بالطريقة التقليدية، تبقى لحظة تعيسة جدا بس يلا هنعمل ايه بقى. المهم وانتي بتشيلي الميك اب ما ينفعش ان انتي تدعكي عينيكي بالطريقة دي كده غلط. الصح ان انتي تمشي في اتجاه واحد، ايوه زي كده بالظبط، وفي باقي وشك نفس الكلام. بس عيب الطريقه دي ان زي ما انتم شايفين في كميه قطن وعفانه مش طبيعيه، منظر لا يليق. ده غير ان ازازه الميك اب ريموفر ممكن تخلص على 4 مرات كده ولا حاجه اخرها. نخش بقى على التقيل. هستخدم بقى البتاعه دي من شي ان خالته جايبها لي هديه يا اختي، ومش هحط عليها اي حاجة غير المية. البتاعة دي بما انها ليها وشين، واحد خشن شوية والتانية ناعم، فالنص اليمين هستخدم فيه الخشن والنص الشمال هستخدم فيه الناعم. لاحظت ايه انا بقى؟ ان النص الناعم بيشيل احسن بكتير من النص الخشن، ونتيجة زي دي لما تظهر من بتاعة زي دي من غير اي ميك اب ريموفر، فدي نتيجة ممتازة جدا جدا، خصوصا ان الميك اب ده تقيل قوي 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 غير الميك اب العادي اللي كان في الاول. يا هلا بالباندا اللي بتشيل الرموش، عسل يا اخواتي. وبرضه نفس الكلام، بتمسحي في اتجاه واحد. مش هوصيكي يعني، دي وشك مش عايزينها تعجز بدري بدري يعني، بما اني ما ينفعش امشي في الشارع بالمنظر ده فلازم بقى اغسل وشي. لسه في كحل في عيني بس اخليه شكله حلو. شلت بقى اللينسز ورجعتها الرغدة لانها بتاعتها، وهنطلق بقى على البيت علشان نكمل بقى السكين كير بتاعنا. بصي هو انا لقيت لسه موف حوالين عيني، فهكمل بالميك اب ريموفر بتاع جارنيه، وهيبقى احسن طبعا لو في اويل هيشيل اكتر. غسلت وشي تاني طبعا، وهعمل بقى ماسك باللبن علشان يرطب ويفتح وينضف ويظبط الدنيا. بصي الحركة دي، طب بصي تاني الحركة دي. هنفضل بقى على هذه الوضعية من 10 دقايق لربع ساعة، في الرينج ده. عدوا تقريبا من 10 دقايق، وطبعا في فرق كبير جدا. ها، اول حاجة هستخدمها وهي تونر كوليرا، عشقي بموت فيه وربنا بموت فيه. بينضف كويس جدا، بيفتح حلو، بيقفل المسام ممتاز، يعني عايزه ايه تاني اكتر من كده. هرش ميه ورده على وشي لان قبل ما احط سيرم او مرطب او اي حاجه لازم وشي يبقى مندي. بعدها استخدم سيرم فيتامين سي من كوليدرا، برضو نفس المجموعه تقريبا، مش تقريبا هي نفس المجموعه اوريدي. بعد كده استخدم النوع ده من جل الصبار، برضو احسن نوع انا جربته، لا بيلزق ولا بيغير ولا بيغير لونه، يعني مفيش الكلام ده، بيرطب تحفه. اللي عليه الدور معانا رول اون حوالين العين، يعني طبعا باين قد ايه انا منشكحه. بعد كده مرطب لللبه، وكده